السلام عليكم. النهاردة هنعمل طاسة البيض بطريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة، وبجد طعمها يجنن. هتخلصوها تقريبا لآخر فتفوتة. هتنفع للفطار، تنفع للعشاء، هتنفع حتى للغدا لو عايزة تغيري في الأكلات، هتنفع في أي وقت. أنا نور خالد ودي قناتي. متنسوش الاشتراك في القناة واللايك والكومنت على الفيديو، ولو الفيديو عجبكم شيروه لأصحابكم. ويلا بينا نبتدي على الوصفة. هنجيب الطاسة بتاعتنا اللي هنعمل فيها البيض، وهنحط قطعة من الزبدة، وهنخلي النار مش عالية، هنخليها متوسطة. ممكن نستخدم زيت زيتون، هيكون حلو برضو. ممكن نخلط الزيت مع الزبدة، بس انا استخدمت الزبدة بس. وطبعا هنهدي النار عشان الزبدة ما تتحرقش. هنستخدم الخضار بتاعنا، وده حسب ما انتوا حابين ايه. انا استخدمت طماطم وفلفل الوان وبصلة. هننزل بالخضار كله وهنقلبه كويس، وما ننساش التوابل. انا حطيت ملح وفلفل اسود وحبة البركة، بس ما حطيتش توابل تانية. وبعد كده هننزل بالبيض بعد ما الخضار بتاعنا يكون دبل. هنحط البيض اللي هنستخدمه، هنقلب كله مع بعض كويس علشان يمتزجوا. لو انت عايزة في الخطوة دي يكون البيض بيض عيون هنسيبه مش هنقلبه، وهيطلع في النهاية شكله بيض عيون وهيبقى حلو جدا. انا قلبته لاني ما كنتش عايزة بيض عيون. هنضيف عليه جبنة، وطبعا دي خطوة حسب رغبتك. بس هي بجد طاسة كده على بعضها بالمكونات دي كلها، ميكس حلو جدا. انا استخدمت جبنة مشللة، حطيت كله على الطاسة وهنسيبه بقى. نهدي النار، وممكن نغطي الطاسة بغطا، وهنسيب لحد ما الجبنة تسيح. هو في الخطوة دي البيض معايا كان استوى، ولكن انا عايزة الجبنة تسيح، فهدي النار لحد ما تسيح خالص. وبكده طاسة البيض تكون جاهزة معانا. ممكن ناكلها، انا كنت عاملة ساندوتش بيها عادي جدا. ممكن ناكلها جنبها بطاطس محمرة، جنبها اي نوع جبنة تاني انت حباه، وبألف هنا وشفا. هي وجبة جميلة وسريعة، وتنفع للفطار او العشاء او لاي وقت. الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والكومنت على الفيديو والاشتراك في القناة، ومع الف سلامة.